القبض على مداهم وسوزي الأردنية وعلياء قمر، أم مكة وأم سجدة، و8 بلاغات متقدمة في تيك توكر غيرهم تحت عنوان خليها تنضف. تعالوا معانا نعرف الحكاية من الأول. الحكاية بدأت بعد القبض على مروة الشهيرة باسم مروة بنت مبارك، لما طلعت في فيديو واتهمت الفنانة وفاء عامر أم مكة وأم سجدة وغيرهم من التيك توكر بتهمة الإتجار بأعضاء البشر وغسيل الأموال، وإن السبب الرئيسي في وفاة إبراهيم شيكا مش الكانسر، إن السبب الرئيسي في وفاته هو عملية بيع الأعضاء، وإن دينا مراجيح توفت بسبب عملية بيع الأعضاء. ورجعت له بقى بتصلي على النبي عليه، جابت أدب هي والقراصيس اللي وراه طلعت منه ورجعت له تاني، ومسافة ما رجعت جابت أجله. طب عينك من مصر، لا الشعب عقلك بتلك عليك. ردت الفنانة وفاء عامر على الكلام والاتهامات الموجهة ليها بإن هي ملهاش أي أساس من الصحة ولا الواقع، وقدمت بلاغات ضد مروة بنت مبارك، وبالفعل اتقبض على مروة وجاري التحقيق معاها. نيجي بقى لأم مكة. امبارح أم مكة كانت رايحة تسجل حلقة عادية مع المذيعة علا شوشة، والحلقة كانت ماشية كويس لحد ما المذيعة سألتها أسئلة متعلقة بالموضوعات والاتهامات الموجهة ليها من مروة بنت مبارك. أم مكة بدأت تتوتر ورفضت الإجابة على الأسئلة، وفكرت إن هي ممكن تورطها أكتر في القضية الموجهة ليها، وطلبت من فريق العمل إن الحلقة ما تتذاعش، لكن فريق البرنامج رفض. أم مكة بدأ صوتها يعلى وبدأت تشتم فريق العمل بألفاظ خارجة. ما تقولي نفسك. لا حضرتك انت دلوقتي بتسيب نفسك لحد. طب ما تقولي نفسك. لكن احنا ما بنسيبش كده الموضوع ده. انت شايف كده؟ واقفين ورا بعض. خلي بقى عامل المدينة يمسكني. بص يا استاذ يا ابو مكة. خلي بقى عامل المدينة يمسكني. بص يا ابو مكة. وحصل خناقة كبيرة بينها وبين المذيعة علا شوشة. تطور الأمر بينهم بالتدافع بالإيد، وده خلى إدارة القناة تطلب الشرطة، وتم التحفظ على أم مكة والمذيعة علا شوشة، والاتنين راحوا القسم، وكل واحد منهم قدم بلاغ ضد التاني، وبعد التحقيق معاهم النيابة أخدت سبيل. قبل الخناقة اللي حصلت بين أم مكة والمذيعة علا شوشة، كانت أم مكة طالعة في فيديو بتقول إن محل الفسيخ الواحد عندها بيكسب في اليوم الواحد 120,000 جنيه، والفيديو ده خلى كل الناس تسأل وتتكلم، هل فعلا محل الفسيخ الواحد بيكسب في اليوم 120,000 جنيه؟ كان بيبقى عندي مبيعات ب 120,000 في اليوم في محل واحد. تم القبض على مداهم وسوزي الأردنية وعلياء قمر، أم مكة وأم سجدة، و8 تيك توكر غيرهم متقدم فيهم بلاغات بسبب تقديم محتوى غير لائق للقيم والأخلاق، وجاري التحقيق معاهم لحد دلوقتي. والسؤال اللي الناس بتسأله دايما دلوقتي، هل كل اللي بنشوفه على السوشيال ميديا حقيقي ولا اللي ورا الكاميرا بيخوف أكتر؟ استنوني في مواضيع تانية لأول مرة مع ميرنا السمنودي.